أنت الذي من نورك البدر اتسع، والشمس مشرقة بنور ذهاك، والشمس مشرقة بنور ذهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. زي ما شفتوا معانا كده الصباح الجميل وركية الشاي وحاجة كده يعني ايام بقى الزمن الجميل والشتاء والحاجات الحلوة اللي بتفكرنا بالقعدات الحلوة والناس الحلوة، الله يرحمهم يا رب. زي ما انت شايفة كده الفيديو بتاعنا النهاردة في فيديو معجنات او مخبوزات، يعني شوية بريوش على شوية خلية نحل، يعني كل اللي انتي حباه حطيه في بيتك واعمليه. العجين في البيت بيبقى بركة، وتحسي بيومك بيعدي كده بخير، ويبقى حاجة في بيتك، ولادك خارجين على دروس، خارجين على مدارس. طبعا انتوا ايام الدراسة بيبقى الدنيا معانا مش مظبوطة، ما بتلمناش طبلية واحدة الا كل فين وفين، فالحاجة دي تبقى جاهزة لاولادك. زي ما شفتي العجينة بتاعتي، العجينة دي انا بعجنها معاكم على طول بنفس المقدار. هنا بقى كنت مزودة شوية، يعني معايا مقدار كيلو ونص من الدقيق، معايا بيضة، معلقة خميرة، معلقة سكر، الجبن بقى اللي انت بتحبيها، يعني الحشو اللي انت بتحشيه دي حاجة بتاعتك انت. عجنت العجينة وسبتها لما خمرت، وشفتي العجينة لما خمرت كانت عاملة ازاي. اهم حاجة في العجين، وطبعا العجين انا عجنته بلبن، فاهم حاجه في العجين انك انت ما تحطيش مقدار مره واحده، يعني السوائل حطيها على القد، وعجني العجينه وشيلي ايدك وحطي وسيبي العجينه تريح شويه وانت بتعجني، برضو دقيقه اتنين مش هتفرق، بس كتر العجن في العجينه دي والتريح ده بيدي عرق للعجينه، بيديكي نتيجه زي ما انت شايفه معايا كده. النتيجه جت حلوه جدا، وبالذات بقى في الدقيق الفتره دي، لان الدقيق الفتره دي مغشوش جدا، فكل ما بتعجني وتشيلي ايدك وبعد كده تريحي العجينه يعني، وتريحي ايدك برضو بما ان ما عندناش عجان يعني، فهتلاقي الدنيا العجين معاكي بقى احسن وبقى ليه عرق وتاخدي منه نتيجه حلوه. انا شكلت بقى التشكيلات اللي انت شايفاها دي. طب الحشوه اللي كانت معايا، كان معايا ميكس من الجبن، موتزاريلا بقى، على عبور، على فيتا، على كل الجبن اللي عندك، على مثلثات، كل الجبنه اللي عندي، قريش بقى، كل الحاجات دي انا بعملها كده ميكس مع بعضيها وبضيفها معايا. كمان عملت خلية النحل، عملت حلو وحادق، فكان عندي الشوكولاتة اللي هي المكعبات دي، فحطيتها سليمة زي ما هي. طبعا في شوكولاتات تاني سبريد، انا بتعامل باللي موجود معايا المتوفر في بيتي انا بحطه، ولو انت بقى عايزه تضيفي اي حاجه تاني في الحشوه دي بتاعتك انت. فالعجينه بتاعتنا كانت سهله وبسيطه، وزي ما قلت لك العجين ضيفي الحاجات السايله يعني بمقدار، يعني ما تروحيش ضايفه السائل كله او تحطي دي على السوائل، عشان العجينه كده ممكن تبوظ منك لان اتكررت معايا كتير. فلازم تحطي الحاجه وتستني عليها لما تشوفيها هي محتاجه ولا لا، ولما تلاقي العجينه ناشفه ما تستنيش وتقولي لا ده انا كده خلاص العجينه نشفت مني فهحط ميه، وما تبقاش طريه وتقولي لا ده انا كده. اعجني العجينه واديها كفايتها، اقل حاجه ربع ساعه في العجن عشان تاخدي منها نتيجه حلوه. انا زي ما قلت لك كده شكلت التشكيلات اللي انت شايفاها دي. الفيديو معايا بسيط وسهل وواضح، مش محتاج ان انا اتكلم فيه. بمناسبه بقى اخر فيديو انا كنت منزله لكم، الفيديو ده انا قاعد يعني نزلته التوقيت عندي ما بقاش مظبوط عشان النت، فالفيديو اول ما يعني اللي ما دخلش عليه بتاع الجبنه القريش
لو ما دخلتوش عليه الفيديو، انا كنت متكلمه فيه شويه عن احوال البلد، فكنت خايفه قوي ان انا الفيديو بصراحه يظهر يعني والناس تشوفه كده، فمعرفش، بس انا كنت حابه انزله. فجاه لقيت الفيديو، في اول ما انا نزلته الفيديو ما كانش جايب اي مشاهدات، وقلت الحمد لله هي جت من عند الله، والحمد لله يا ولاد، ومش عايزين بقى مشاهدات وربنا يستر علينا. ولقيت الفيديو ما شاء الله يعني رفع شويه وبقى بيتشاف، فدي حاجه بتخلي الواحد يخاف يتكلم اولا. بعد كده ما هتكلمش بقى، ماليش دعوه بالسياسه والكلام ده، بما ان انا بتشاف بقى وبتسمع. الحاجه التانية ان بيديني امل ان انا اكمل في القناه وانزل كل يوم فيديو او كل يومين على حسب ظروفي وظروف النت، لان انا اوقات كتيره بقعد 3 ايام احمل في الفيديو، يعني حتى النت ما بقاش فيه بركه. ف... فانا ما بيأجلنيش ان انا انزل فيديو كل يوم، غير النت عندي ما بيبقاش مظبوط وبيعوق قوي في التحميل. على ما الفيديو بيترفع بيقعد حوالي 3 ايام على ما بيترفع. أو يعني الفيديو ده كان نازل في وقت غير يعني اللي انا بقول لكم عليه بتاع الجبنه القريش ده، كان نازل في وقت ما يمكن الناس نايمه فيه. فاستغربت قوي، فعشان كمان ان انا اظبط اعدادات الفيديو فبضطر ان انا اعمله علني. اوقات كنت بعمله خاص فبضطر تاني ادخل وعشان انزله ارجع اعمل تعديل، يعني شغلانه كده فيها وش شويه. فاعذروني بقى لو ما بينزلش كل يوم فيديو، بس انا والله ببقى عايزه، بس النت بيقطع معايا دايما يعني. زي ما شفتي بقى كده احنا حشينا ده البريوش، بتشكلي بالطريقه اللي انت عايزاها. بتجيبي العجينه، طبعا بتقطعي العجين كور عشان يبقى مظبوط معاكي، وبعد كده بتبتدي بقى تفردي كل عجين. عارفه التقطيع بتاع العجين ده وانك انت تركنيه ده بيريح العجينه، فبيخلي العجينه يعني تتشكل معاكي بالشكل اللي انت عايزاه. هنا بقى كنت عملت البريوش زي ما انتوا شفتي، وعملت الضفيره اللي انتوا شايفينها دي، والعجينه كانت سهله وبسيطه. خليه النحل مفيش اسهل منها. ممكن خلية النحل دي نعملها في الأعياد، في المناسبات تفطري بيها، يعني بتبقى حلوة. فالمخبوزات في البيت زي ما قلت لك بتبقى بركة وبتبقى حاجة حلوة يعني. المهم ان انا قصدت انزل لكم الفيديو. انا والله هو ما فيهوش تفاصيل، لان انا عجنت معاكم العجين قبل كده، بس دي كانت عجينه مختلفه شويه عن القرص الاخرانيه اللي كنت عاملاها معاكم. هنا العجينه دي بتاخد لت وعجن شويه عن ديكها. يعني ديكها على طول بتحطي الدقيق على مقدار الخميره مع اللبن والدنيا بتبقى تمام. لكن دي شويه قريبه من القرص الفلاحي اللي احنا متعودين عليها، بس العجينه بتبقى قطنيه. وده عشان تاخدي عجينه قطنيه لازم تعجني العجين مقدار يعني المقدار اللي يستاهله، يعني مش اقل من ربع ساعه وانت بتعجني في العجينه. ايدك وجعتك ريحي شويه، وبعد كده كملي في العجينه وسيبيها تريح شويه، وبعد كده عجيني تاني. العجن في العجن يعني العجن في العجن حلوه دي. العجن في العجن بيدي نتيجه حلوه، فمش في كل عجن نعجن فيه، يعني في كلام ما ينفعش نتعجن فيه. فالعجينه دي كل بقى جوزك مضايقك خشي اعجني لك كيلو دقيق. اللي عايزه تعمليه في الراجل اعمليه في العجين، ما يهمكيش يعني. فهي طاقه وهنفرغها ايا كان بقى، تتفرغ في راجلك، هتتفرغ في عيالك، هتتفرغ في العجين. فالافضل ان انت تفرغيها في العجين عشان ما يبقاش عندك طاقه سلبيه وتنضح على كل اللي حواليك وتبقى مشكله. ما تبقيش ام بقى، ده انت هتبقي ستنا الغوله. فربنا يستر ان شاء الله ويكرمنا. واحنا بقى نسينا في الفيديو ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا جميلا اللهم امين. ربنا يجبرهم جبرا جميلا اللهم امين. ربنا يرحمهم ويرحمنا ويرحم جميع المساكين اللي في الدنيا، لان احنا حالنا الحمد لله يا رب، يعني حال مساكين بمعنى الكلمة. يا لساني بقى اسكت يا لساني عشان ما نكترش في الكلام، لان انتوا عارفين ان انا بسرح في الفيديو وبتبقى مشكلة، ويعني ايه خلينا في العجن بتاعنا. ما شاء الله كده كانت العجينة خلصت معايا، والبريوش شكله رهيب. خلية النحل جميلة، الضفاير معايا برضو شكلها تحفة. ما شاء الله العجينة دي من أنجح العجائن اللي أنا عملتها، النتيجة حلوة قوي وعجبتني. لو مش عندك صفار البيضة دي، انت ممكن تحطي حبة لبن على يعني حبة لبن على معلقة سكر وتقلبيهم. ممكن تحطي معلقة قهوة وتقلبيها في مية، يعني مش هتشترط عليكي ايه صفار البيض، يعني بما ان البيض غالي. حبة بركة بقى على خلية النحل الحادقة. وهنحط كمان انا حطيت على الاتنين على فكرة، فعادي مش هتفرق، هي حبة البركة عادي مع دي ودي حلوة. هي على فكرة خليط ما بين السمسم وحبة البركة.
لو انت حابه بقى تحطي على بتاع دي اسمها ايه، خليه النحل المسكره او الحلوه بعد ما بتخلص، حطي بقى اي صوص. انا كنت حاطه صوص معايا من صوص السينابون، لو تفتكروا كنت عامله معاكم صوص سينابون، فاللي باقي حطيته في التلاجة، ففضل عندي ما بيحصلوش حاجه في الفريزر يعني، وبتطلعيه شويه. عندك بقى شوكولاته بيضه، عندك الحاجات دي بتفضل عندك ما بيجرالهاش اي حاجه. زي ما شايفه النتيجه ما شاء الله. وده كان في الفرن الاشعال، يعني مش فرن خبيز، هو فرن الاشعال. شغلت على 180 درجه في الرف الوسطاني. درجه الحراره عندي مش مظبوطه، يعني عارفين انتوا اوقات بتمسح فما باخدش بالي، فانا ظبطتها بقى على مستوى معين كده، وظبطت معايا الحمد لله. والنتيجة كانت حلوة زي ما انت شايفة كده الحمد لله. خرجت بسهولة جدا من الصواني، لان هي العجينة حلوة مش محتاجة اي حاجة الحمد لله يا رب. يا دوبك بس خدوا بالكم ان هي كانت سخنة. انتوا لو واخدين بالكم ان انا ماسكاها بفوطة عشان خاطر الصواني سخنة. فنصيحة مني يعني، عشان كنت مستعجلة على الفيديو، ما تقربوش من المخبوزات وهي سخنة. استني عليها لما تهدى، وكمان تغطيها بفوطة دافية او ترشيها بحبة مية بسيطة كده، وبعد كده بتغطيها عشان تطرى معاكي. وهي الحمد لله العجينة ما كانتش محتاجة تتغطى، كانت الدنيا تمام فيها. عايزه اقول لك كمان دي كانت فيها جبنه موتزاريلا، وكانت بتشد حلو قوي. فربنا يحسن ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايدينا، اللهم امين. واذا كنت وصلتي لحد هنا بقى، ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. اتمنى ان كنتوا تحطوا لايك، لان دايما بتنسوه. بتشاهدوا مشاهدات حلوه ما انكرش. ابتديتوا الى حد ما تتواصلوا معايا في الكومنتات، سواء خاص او على القناه، فدي حاجه مفرحاني. ده الصوص اللي انا قلت لكم عليه. لو عندك شوكولاته بيضاء وعايزه تخففيها بحبه زيت عادي، يعني بتسيحيها على بخار من الميه، بخار ميه يعني، وبعد كده بتضيفي لها حبه زيت فبتخف معاكي بالشكل ده. آه، عندك بقى معلقه لبن بودر على معلقه سكر بودر، اضربيهم مع بعضيهم، هيديكي برضو الصوص ده، هيبقى طعمه حلو والدنيا هتبقى تمام وميت فل يعني الحمد لله. فزي ما قلت لك بقى، لو كنتي وصلتي معايا لحد هنا، ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية اجمل واحسن. يا رب دايما تكون فيديوهاتي سهله وبسيطه وقابلينها يعني كده، وتكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، مع السلامه.